عايز تشرب بيت تعال اقول لك تعمل ايه. لا يا عم اللي انت بتقوله ده لا. لو جهازك بيدعم ال 5G والواي فاي 6 يبقى انت حرفيا عايش في المستقبل. ناس كتير بتسمع عن واي فاي 6 وال 5G بس مش كل الناس فاهمه الفرق الحقيقي اللي بينهم وازاي بيغيروا تجربتك اليوميه على الموبايل. نخش على الواي فاي 6. ده مش مجرد تطوير بسيط، لا ده بروتوكول جديد بيقدم سرعه اعلى وكفاءه اكبر في توزيع الانترنت على الاجهزه المتوصله. يعني لو عندك راوتر واي فاي 6 وتليفونك بيدعمه هتحس بالثبات في الاتصال حتى لو 10 اجهزه شغالين عليه. السرعه بتوصل ل 9 جيجا ونص في الثانيه الواحده، لكن الاهم من السرعه هو الاستقرار. ما بقاش في لاج في الجيمنج ولا تقطيع في الفيديو حتى مع ضغط عالي على الشبكه. نيجي بقى لل 5G. ده مستقبل الموبايل الحقيقي. السرعه بتوصل لاضعاف ال 4G والتاخير بيقل جدا، وده بيخلي الجيمنج اونلاين اسرع بكتير، وتحميل الملفات الضخمه بيتم في ثواني. المميز بقى لما بتستخدم موبايل حديث بيدعم الواي فاي 6 وال 5G مع بعض هتلاقي التنقل بين الشبكات اسرع والتجربه دايما سلسه، كانك متوصل بافضل انترنت في اي وقت. بس خلي بالك عشان تستفيد منهم لازم الراوتر يدعم واي فاي 6 ولازم الشبكه اللي انت عليها فعليا تبقى 5G مش مجرد علامه. سلام.